السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن جبت الأكل الله يكرمكم للبقر في المزرعة. طبعا الآن موسم الشتاء، وبالشتاء طبعا لازم تجيب كل يوم الأكل لهم وتجهزهم الأكل، عشان إذا ما في أكل ممكن يطلعوا يعني يكسروا الشبك ويطلعوا برا. فلازم تدير بالك إنه يعني دائما كل يوم الصبحيات تيجي تجيب لهم الاكل، خاصه في موسم الشتاء. اللهم صل على سيدنا محمد. هي شكلها بقره عندي الان ولدت لها يومين ثلاث. هي ابنها الصغير جاي معاها ما شاء الله، او اثنين معاها، لا بس هذا يا ابن لا واحد اكبر من الثاني. فما شاء الله يعني. طبعا البقره من يولد توأم انا ما بحب البقر انه يولد لواحد واحد، عشان صحته تضلها قويه وكويسه ويرضع من امه باستمرار. فبيكون البقر الصغير او البيبي بيكون اقوى بالاثنين. هذا لانه بالذات هذا البقر حلوب، مش بقر حلوب، هذا بقر لاحم للحم فقط. فما ما عنده كميه حليب كبيره. كميه الحليب اللي عنده صغير، يلا يا بالكاد انها تكفي واحد. هذا البقر بيسمى بلاك انجز، من اشهر انواع البقر في امريكا او في حتى في العالم كله، ومن افضل انواع اللحم انا بالنسبه لي. هاي العجوله بعد يعني عادة برضعها 5-6 أشهر، ثم بعد ذلك ببيعها. وهم ثم يعني الشركة أو الناس اللي بيشتروها مني بيقوم بعملية التسمين. نقطة كنت حابب أحكيها عن البقر أو حتى عن الحيوانات عموما. اللي عنده بقر الله يكرمكم أو خرفان أو كذا، لازم كل يوم الصبح يمر عليهم يسلم عليهم، حتى لو يحكي لهم السلام عليكم ويطمئن عليهم ويطلع. هذول مش زي بني آدم إنه ممكن يحكوا لك شو عندهم او شو اذا مريضات يعيطوا لك، اذا كان بيبي او كذا. لا، هذول ما بتلاقي لا سمح الله اذا مرضوا ممكن تخسر البقره، او ممكن او اي مرض يدخل عليها. سبحان الله. البقره هاي عشان معاها ابنها، مع انها بتعرفني ولكن خايفه، ترى كيف بتبعد عني، عشان معاها ابنها الان مولود جديد. فبدها تعلمه انه يدير باله على حاله وتدير بالها عليه، لانه الان بعهدتها. سبحان الله، صارت تركض. اللهم صل على سيدنا محمد. تبارك الله احسن الخالقين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. فلازم كل يوم الصبح تيجي تسلم عليه وتطمئن عليه. انا حتى من اكون في سفر عاده وتتصل معي زوجتي، او قبل ما اسال عن الاولاد بسالها كيف الحيوانات، كيف البقر، كيف الخرفان. لانه الانسان او البيبي ممكن يصيح، ممكن يعيط، ممكن يحكي لك الوجع تبعه. اما اذا كان يعني زي الحيوانات هذول ما ممكن يشكوا لك. فلازم انت تحس فيهم، وبتصير عندك سبحان الله تصير تحبهم. بتعرف انه اذا عنده اي مشكله ممكن يبين معه على طول، وبتحس فيه، بتصير انت تحبه ويحبك، في ألفة بينكم. فالان حطيت جبت لهم الاكل ان شاء الله اليوم، يعني الدنيا الصبحيات بعدها. والان ان شاء الله بطمئن عليهم وبضلني متحرك على المزرعه الثانيه. المهم يا شباب، حبيت اعطيكم نبذه سريعه عن الوضع هنا وشو بعمل كل يوم عاده الصبحيات. هذا اول شغله بحاول اعملها. طبعا هذا بيبي صغير شايفينه كيف، هاي بيصيح بنادي على امه، بس هذا يعني بعده عمره تقريبا يعني بحدود 3 أسابيع يعني. هاي امه بتنادي عليه. المهم يا شباب، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.